الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونشكركم أيها الإخوة على صبركم، نشكركم على صبركم. يعني درس يتلوه درس ثم يتلوه درس ثم يتلوه درس، وأنتم ما شاء الله في مكان واحد. فيعني لو كنت مكانكم ربما قد أتعبوا يعني من تتابع الدروس، لكن ما شاء الله أثبتتم أنكم يعني أهل الصبر، وهي أيام قليلة يعني نصبر لها، أيام قليلة. وهكذا في الجامعة هكذا يصنع، محاضرة ثم محاضرة ثم محاضرة ثم محاضرة. وكنا عند الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، إذا كنا ندرس عنده نحن نستغرب، نحن نمل، والشيخ لا يتحرك أبدا على كرسيه، جالس ساعتين ولا يتحرك. وتقرأ الكتب عليه، صحيح البخاري ثم في مسلم ثم في ابن كثير، في نفس ستة كتب يقرؤون ويشرح، يقرؤون ويشرح. نحن نذهب إلى الحمام ونرجع ونذهب ونرجع، وهو ما شاء الله في مكانه، سبحان الله العظيم. فالله عز وجل إذا وفق عبدا من عليه بالصبر، هذه منة من الله الصبر. فاصبروا واحتسبوا، وإن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى الخير الكثير. هذه مجالس الذكر تحفها الملائكة، تغشاها الرحمة، والله سبحانه وتعالى يذكركم في من عنده في الملأ الأعلى، يقول انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوا من أجل العلم، فيقال لهم بعد الدرس قوموا مغفورا لكم. نحن ما نسمع لكن نصدق، نحن ما نسمع لكننا نصدق بأن الله عز وجل هو الصادق سبحانه وتعالى، والنبي محمد عليه الصلاة والسلام هو المبلغ، وهو أيضا الصادق عليه الصلاة والسلام. نأتي إلى كتاب الفتن. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وصلنا إلى صفحة كم؟ صفحة 7. تحت باب 7099. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هكذا. طيب، الحديث يقول عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى. قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. عن أبي بكرة. أبو بكرة هذا ليس هو أبو بكر، هو صحابي آخر. أبو بكرة صحابي آخر كان ممن اعتزل الفتنة التي كانت بين الصحابة، يعني فيها الصحابة اقتتلوا، وهناك صحابة اعتزلوا لم يكونوا مع الطرف الأول ولا مع الطرف الثاني. منهم أبو بكرة، ومنهم عبد الله بن عمر، ومنهم محمد بن مسلمة، ومنهم سعد بن أبي وقاص وغيرهم. فهؤلاء اعتزلوا الفتنة ولم يشاركوا الصحابة، لا مع علي ولا مع معاوية ولا مع عائشة ولا طلحة ولا زبير، تركوهم كلهم. هؤلاء تركوا. فأبو بكرة ترك الفتنة، ذهب إلى مزرعته وبيته وترك الصحابة يعني يقتتلون، تركهم فتنة. وكذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب أيضا ترك الفتنة، وكذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه ترك الفتنة، وكذلك محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه أيضا ترك الفتنة. وأيضا سعد بن أبي وقاص ذهب في نواحي البر وعنده الإبل والغنم يرعى، وترك المدينة بما فيها، وترك الكوفة والبصرة من غير قتال، ترك هذه لأنها فتنة. فأبو بكرة ماذا يقول؟ قال أبو بكرة: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها قديما نفعني بها أيام الجمل. يعني سمعت كلمة من الرسول لما كان حيا، لما جاء يوم الجمل نفعني الله بها وطبقتها. ما هي أيام الجمل؟ الجمل يقصد به البعير الذي ركبته عائشة لما خرجت من مكة إلى البصرة، ويريدون
يعني أن يلزموا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقتل قتلة عثمان. هم ما أرادوا الخلافة وما أرادوا الملك عندما خرجت هي وطلحة والزبير، إنما خرجوا للضغط على علي بن أبي طالب أن يقتص من قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه. فخرجت معهم، وكانت أم مؤمنين وسيدة من سادة النساء، فقدموها فأصبحت هي التي تلي أمرهم. فقال أبو بكرة: استفدت من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم. أي قوم؟ نكرة مسبوقة بنفي فتعم، هذه من صيغ العموم. تعرفون أصول الفقه؟ أصول الفقه من عرف إذا جاءت النكرة ومسبوقة بنفي أو نهي فإنها تكون للعموم. فهنا لن يفلح، لن أداة نفي، قوم نكرة ليس فيها ال، فتكون عامة. أي قوم؟ صحابة، تابعين، من بعدهم، أي قوم كانوا. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فكل قوم ولوا أمورهم امرأة فإنه يكون وبال عليهم، ممنوع منهم الفلاح. لا يفلح قوم ولوا عليهم امرأة تليهم، كأن تكون قاضية أو تكون وزيرة أو تكون نائبة للرئيس أو تكون رئيسة أو ملكة، فلا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فيقول أبو بكرة لما رأى عائشة قد خرجت معهم وهي المتقدمة تقودهم، فعلم بأن هؤلاء لن يفلحوا، وأن علي بن أبي طالب سوف يكون الحق معه. فيقول: انتفعت من هذه الكلمة، فلما خرجت عائشة بهم تركت وتجنبت لأنها امرأة، والرسول يقول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا معنى هذا الحديث وهذه الفتنة العظيمة. لأن الرسول قال لما فارس ملكوا ابنة كسرى لما قتل كسرى. تعرفون كسرى ملك إيران، ملك الفرس المجوس في إيران، هذا هو كسرى. قال إذا قتل كسرى فلا كسرى بعده، خلاص لا يكون للفرس قائمة. إلى يومنا هذا ليس لهم دولة قائمة، وإن كانت تقوم قليلا ثم تسقط بسرعة. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الحديث الذي يليه حديث قال: لما سار طلحة والزبير وعائشة، طلحة والزبير وعائشة في جيش واحد، طلحة والزبير وعائشة في جيش واحد، خرجوا من مكة إلى البصرة من أجل يعني إلزام علي بقتل القتلة. بعث علي كان في المدينة وأصحابه في الكوفة، أصحابه بالكوفة، فبعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدم علينا الكوفة، أرسلهم إلى الكوفة يقول: أعينوني كذلك، يعني أهل المدينة والكوفة يجتمعان فيكونان على أهل البصرة وعلى علي وعلى طلحة والزبير وعائشة. فصعد المنبر، يعني صعد الحسن بن علي وصعد عمار بن ياسر، الحسن فوق في آخر المنبر وعمار في أسفل المنبر. صعدا للكلام ليقول للناس: قوموا مع علي وأخرجوا معه للقتال. فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه، وقام عمار أسفل من الحسن، فاجتمعنا إليه، يعني الناس الذين في المسجد اجتمعوا وتقربوا ليسمعوا كلام الحسن وعمار. فسمعت عمارا يقول: إن عائشة رضي الله عنها قد سارت إلى البصرة. اسمعوا يا أخوان، عمار يقول، وهذا هو العدل حقيقة، هذا هو العدل حقيقة، يقول: عائشة قادمة وفيها خطأ وصواب، عليها خطأ ولها منزلة في قلوبنا، لها منزلة ولكنها أخطأت. فيقول: قدمت إلى البصرة وقصدهم الفتنة، فإياكم إذا استطعتم وانتصرتم إياكم أن تؤذوها، فإنها أمنا، إنها أمنا وزوج نبينا، فإذا انتصرتم فإياكم أن تؤذوها.
هذا هو العدل. خرجت خاطئة يقول، والحق ليس معها، ولكنها تبقى بأنها فإذا أصيب جيشها فلا يؤذيها أحد. انظر إلى عدل عمار بن ياسر رضي الله تعالى عن الجميع. قد سارت إلى البصرة، والله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون فتكونون مع علي بن أبي طالب لأنه خليفة، والله أمرنا بطاعة الخلفاء ولو كان عبدا حبشيا. فالله أرسل إليكم عائشة الآن ابتلاء، هل تخرجون معها على الإمام فتعصون الله، أو تطيعون الإمام فلا تخرجون معها فتطيعون الله سبحانه وتعالى؟ هذا اختبار. يقول عمار هذا اختبار لكم يا أيها الناس في الكوفة، انتبهوا. عائشة جاءت إلى البصرة من أجل القتال. يا أهل الكوفة لا تكونوا مع عائشة وطلحة والزبير، كونوا مع علي لأنه خليفة، فالله أرسلها إليكم ابتلاء. هي أم مؤمنين وعلي خليفة، كلاهما له مكانة، هي أمكم وهذا خليفتكم، فمع من تكونون؟ مع أمكم فتخالفون ربكم لأن الله أمر بطاعة الخليفة، أو تكونوا مع الخليفة فتطيعوا ربكم. قال إياه أي الله عز وجل تطيعون أم هي رضي الله عنها؟ انظر إلى الحكمة، بكلام قليل جدا استطاع أن يخاطب العقول ويخاطب القلوب. هذا هو كلام عمار بن ياسر رضي الله عنه. باب عن أبي وائل قال قام عمار على منبر الكوفة فذكر عائشة وذكر مسيرها إلى البصرة، وقال إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكنها مما ابتليتم. الذي يليه سمعت أبا وائل يقول دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار حيث أو حين بعثه علي إلى أهل الكوفة يستنفرهم، فقال علي بن أبي طالب أرسل عمار والحسن من أجل أن يقول لأهل الكوفة كونوا معي. أبو موسى وأبو مسعود صحابيان جليلان ممن اعتزل الفتنة وتركاها، تركوا الفتنة، لا مع علي ولا مع عائشة، لا مع جيش الأول ولا مع الجيش الثاني. فعمار يستغرب عليهم، يستغرب عمار على أبي موسى الأشعري وعلى أبي مسعود رضي الله عن الجميع. فدخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار حيث بعثه علي إلى الكوفة يستنفرهم، فقال القائل اثنان، أبو موسى وأبو مسعود اللذين اعتزل الفتنة، يقولان لعمار، يقولان له ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت. يقول ما رأيناك استعجلت أبدا استعجلت أبدا إلا في هذا الأمر. ما هو استعجال عمار؟ يقول استعجلت فدخلت في الفتنة وأصبحت مع جيش علي، وجئت الآن تقول لأهل الكوفة قوموا مع علي. ما رأيناك أكثر استعجالا أبدا إلا في هذه، أنت لست ممن يستعجل، ما رأيناك استعجلت قطا إلا في هذه. فماذا قال عمار رضي الله عنه؟ فقال عمار ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر. العكس، قال والله أنا أستغرب عليكم كيف تبطئون في نصر الخليفة والله عز وجل أمر أن يطاع الخليفة. عائشة وطلحة والزبير قد خرج عليه، هو ما خرج عليهما، هو الخليفة، وقد بايعه طلحة وبايعه الزبير، بايعوا عليا في المدينة، قال بايعوني على السمع والطاعة، فقالوا بايعناك على السمع والطاعة. بعد فترة لما صارت الفتنة طلحة والزبير نسيا ورأيا بأن الخروج وحث علي أن يبادر بقتل قتلة عثمان هو الصواب،
فقال علي لقد نقض البيعة، الزبير وطلحة لقد نقض وأخطأ في حقي. فذهب قال يا علي، علي كان في المدينة، يا أمير المؤمنين اسمح لنا نذهب إلى مكة للعمرة. فسمح لهما، فذهب إلى مكة واعتمر، ثم تكلم مع عائشة وحثاها على الخروج، فخرجت معهم إلى البصرة. فعلي يقول سبحان الله نقض البيعة، نقض علي طلحة والزبير نقض البيعة. فالآن يقول عمار أنتما يا أبا موسى ويا أبا مسعود والله ما رأيت مثلكما هذا اليوم أكثر استبطاء، لماذا تأخرتما؟ علي هو الخليفة والزبير وطلحة قد بايعاه ثم نقض البيعة، فلماذا لا تكونوا في صف علي بن أبي طالب؟ والله إنها فتنة صحيح. العجيب يا أخواني أنهما قد اختلفا، ومع ذلك اختلفوا الثلاثة في الرأي وهو اجتهاد، ومع ذلك ماذا صنع؟ انظروا يا أخواني، قال وكساهما، عمار بن ياسر كان عنده مال، كساهما حلة، أعطى هذا هدية وأعطى هذا هدية، حلة ثوبين من نوع واحد، قال خذ هذه هدية لك وهذه هدية لك وارجعا من حيث جئتما، سافرا ارجعا، وما تعرض لهما بسوء، خالفاه بالرأي وأهداهما هدية. هذه هي الأخوة، هذه هي الأخوة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب الذي يليه عن شقيق بن سلمة قال كنت جالسا مع أبي مسعود وأبي موسى وعمار، فقال أبو مسعود ما من أصحابك أحد، يقول يا عمار ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيه، يعني أصحابك أستطيع أن أتكلم عليه ما أهابه إلا أنت، فإنك قد خالفتني ومع ذلك أنا أهابك إلا أنت، ما رأيناك أتيت أمرا قال لقلت فيه غيرك يعني ما أستطيع أن أقول لك أنت، وما رأيت منك شيئا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من استسراعك في هذا الأمر، يعني خروجك مع علي. قال عمار يا أبا مسعود وما رأيت منك ولا من صاحبك هذا شيئا منذ صحبتما النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من إبطائكما في هذا الأمر. فقال أبو مسعود وكان موسرا يا غلام هات حلتين، فأعطى إحداهما أبا موسى والأخرى عمارا، وقال روحا فيه إلى الجمعة. حديث فيه شيء من التعارض، في الأول أن عمار أعطاهما، وفي الثاني بأن أبا مسعود هو الذي أعطى أبا موسى وأعطى عمارا، فلعل يعني أبا مسعود أعطاهما فجاء جاء عمار ثم أرجعها أو أعطاها إلى أبي مسعود. باب إذا أنزل الله بقوم عذابا. أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. يعني الله سبحانه وتعالى إذا أصاب قوما بعذاب يستحقونه وكان فيهم الصالحون الذين لا يستطيعون أكثر مما عملوا، فإن العذاب يشمل الجميع لأن هذا الصالح لم يخرج من هذه القرية. فعند فساد الأهواء والآراء وانتشار المنكرات فإن على الإنسان أن يعتزل، يحاول أن يصلح، فإن لم يستطع فعليه أن يبتعد، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أهلك الأراضي التي تنتشر فيها المحرمات فإن الله يعم بالعذاب ويبعثهم على حسب نياتهم، فإن كان الصالح يستطيع أن ينكر ولم ينكر فإنه سيحاسب لأنه أخطأ في عدم الإنكار. فإن لم يستطع ولم يستطع أن يهاجر، بعض الناس لا يستطيع الإنكار
كما لا يستطيع أن يهاجر من بلده إلى مكان آخر لفقره أو لمنعه، يمنع أو فقير ما يستطيع، فإنه معذور عند الله سبحانه وتعالى، ولكنه يدخل معهم في هذه العقوبة، يدخل معهم في هذه العقوبة. هذا معنى هذا الحديث. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: إن ابني هذا لسيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. تعرفون الحسن بن علي؟ من أبوه؟ علي، وأمه فاطمة، وأيهما أكبر، هو أو الحسين؟ هو أكبر من الحسين بسنة. علي يقال يا أبا الحسن، علي يقال له يا أبا الحسن، فالحسن أكبر من الحسين بعام واحد. وهما أحب الصغار إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهما سيدا شباب أهل الجنة، وقد بات النبي صلى الله عليه وسلم وهما صغيرين لم يبلغا، مات وهما صغيران لم يبلغا عليهما رضوان الله، ثم كبرا وصار لهم من الشأن ما لهم. أما الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد كبر ثم دخل في فتنة عظيمة وقتل فيها، حيث أنه خرج لقتال يزيد بن معاوية الذي أخذ الملك من أبيه، والحق أن يكون كما يراه الحسين أنه لهم، لأن أخاه الحسن قد تنازل لمعاوية في الحكم على أن ترجع إليهم بعد معاوية. فمعاوية رضي الله عنه لما مرت السنون والسنون رأى بأن يزيد يصلح أن يكون خليفة، فجعله خليفة للمسلمين، فغضب الحسين ثم خرج لقتال يزيد بن معاوية، لأن معاوية أباه قد وعدهم بأن ترجع إليهم الخلافة. فلما خرج الحسين رضي الله تعالى عنه كتب لأهل الكوفة والبصرة أن يساعدوه، فقالوا: نحن ننتظرك. فلما جاء إليهم تخلفوا عنه حتى جاء يزيد وأرسل جيشا وقاتل الحسين في مكان يسمى كربلاء. لما جاء الحسين إلى هذا المكان وتخلفوا عنه قال: أين نحن؟ قالوا: نحن في كربلاء. قال: كرب وبلاء، كرب وبلاء. فعلا صار كرب عليه وصار بلاء عليه، وقتل رضي الله عنه في كربلاء في عام 61 للهجرة. من قتله؟ الشيعة الذين شايعوه ثم تخلفوا عنه، هم الذين تسببوا في إيذائه. واليوم يقولون: لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، يعني لبيك سنقاتل من تسبب في قتلك. من هم الذين قتلوه؟ قالوا: أنتم العرب قتلتموه. سبحان الله، أنتم العرب قتلتموه. الفرس ليسوا عربا، فقالوا: نحن نريد أن نأخذ بثأر الحسين. طيب نحن عرب وهو عربي، أنتم ما شأنكم؟ ما شأنكم؟ وهو منا وليس منكم. ثم لماذا الشيعة تعظم الحسين بالذات؟ لأن الحسين تزوج بإحدى بنات كسرى، أخذ منهم، فهم أخواله، ولذلك هم أرادوا أن يعظموا الحسين لا من أجله، لكن من أجل الطعن في الدين، من أجل الطعن في الإسلام عظموا الحسين وهم كذبة. فقالوا: تعال نحن معك لأن نحن أخوالك، نساعدك، نقف معك. فلما خرج تركوه، ثم قتل رضي الله تعالى عنه في هذه المكانة. أما أخوه الحسن رضي الله عنه فإنه لما مات أبوه وقام معاوية يريد أن يكون خليفة، لأنه كان في الشام معاوية، والشام لمعاوية، أراد أن يبايعه المسلمون فرفضوا، أرادوا أن يبايعوا الحسن، فاجتمع الحسن بجيشه واجتمع معاوية بجيشه. فلما كاد أن يقتتل فقال الحسن بن علي بن أبي طالب: إن كان الحق معك فأنت وشأنك، وإن كان الحق معي فإني أهديه لك وأحفظ دماء المسلمين. فأحبه الناس، ثم سمي هذا العام عام الجماعة، لأنهم اجتمعوا على رأي واحد. فتنازل الحسن بعدما صار خليفة 6 أشهر وهو خليفة، تنازل لمعاوية
بالخلافة، وجاء الحسن ثم بايع معاوية بن أبي سفيان، لكن بشرط أن تعود الخلافة إليهم بعده، فوافق معاوية رضي الله تعالى عنه، فسمي عام الجماعة. ثم أصبح معاوية هو ملك المسلمين، ليس أميرهم وخليفتهم، وإنما كان هو أول ملك للمسلمين، بينما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هؤلاء خلفاء أمراء، بينما الملك بدأ من عهد معاوية رضي الله تعالى عن الجميع. فالحديث في فضل الحسن بن علي بن أبي طالب يقول: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا إسرائيل أبو موسى ولقيته بالكوفة، وجاء إسرائيل إلى ابن شبرمة من التابعين. إسرائيل قدم إلى الكوفة، وكان ابن شبرمة هو القاضي والعالم والإمام والمفتي لهم، ابن شبرمة من علماء المسلمين. فجاء إسرائيل أبو موسى إليه فقال: يا ابن شبرمة أدخلني على عيسى ابن موسى، وجده عبد الله بن عباس، فهو عباسي هاشمي خليفة في زمنه، كان هو أميرا على الكوفة. فإسرائيل بن موسى جاء إلى الكوفة، أراد أن ينصح عيسى بن موسى، ينصحه، وكان عيسى بن موسى يعني يبطش، جبار. فقال إسرائيل: أدخلني على عيسى أنصحه، رأيته منكرا أنصحه. فقال ابن شبرمة: فكأن ابن شبرمة خاف على إسرائيل من إدخاله على عيسى فلم يفعل. قال ابن شبرمة يقول: قال: حدثنا الحسن بن علي بن أبي طالب لما سار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية بالكتائب، منطقة تسمى الكتائب للقتال بينه وبين معاوية، قال عمرو بن العاص لمعاوية، عمرو في صف معاوية، قال عمرو بن العاص لمعاوية: أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها، يعني متتابعة، كتائب كثيرة جدا. يقول بأن جيش الحسن كثيرون، لا تأتي كتيبة يعني مجموعة من الجيش وتنتهي إلا والأخرى مباشرة تأتي، ليس بينهما فاصل كبير. قال معاوية: لو قاتلنا الآن هؤلاء وهم كثرة، من لذراري المسلمين؟ إذا مات الرجال من يقوم على النساء والأطفال؟ فقال عمرو بن العاص: أنا، يعني يا معاوية لا تتراجع، لا تخف، أنا. فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة: نلقاه فنقول له الصلح. عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة يقول: يا معاوية اجعلنا نذهب إلى الحسن ونقول: يا حسن ندعو إلى الصلح. قال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. يقول: سمعت الرسول يقول هذا أبو بكر ما شاء الله متخصص بهذه الحديث، سمعته يقول، والآن الحسن يأتي، فقال الحسن سوف يتنازل عن الحكم لمعاوية بن أبي سفيان. الذي يليه حرملة مولى أسامة أخبره، حرملة مولى أسامة بن زيد أخبر محمد بن علي قال: عمرو قد رأيت حرملة قال أرسلني أسامة إلى علي، يعني أسامة أرسل عبده خادمه حرملة إلى علي بن أبي طالب. رأيتم عرفتم أسامة بن زيد عنده حرملة عبدا أرسله إلى علي بن أبي طالب، وقال أسامة لعلي لحرملة: اذهب إلى علي، وقال: يا حرملة إن عليا سيسألك إذا وصلت إليه. أسامة يا أخوان بن زيد هذا أيضا تجنب الفتن، فيقول: اذهب إليه، يريد مالا، يعني أسامة يريد مال للمسلمين، فقال: اذهب إلى الخليفة
وقل أسامة يطلب منك شيئا، مال للمسلمين. وانتبه، علي بن أبي طالب سوف يسألك عني ويقول لماذا أسامة تخلف عني في القتال، فيقول ما خلف صاحبك، يعني ما الذي خلفه عني ولم يخرج معي؟ فقل له يقول لك أسامة لو كنت في شدق الأسد، لو يا علي أنا رأيتك قد أخذ الأسد بك وأخذك في فمه، فإني أحب أن أدخل في فمه معك وأصارع الموت معك لأني أحبك، يعني ما تركتك في القتال والجهاد رغبة عنك، والله إني لأحبك، لو رأيت أسدا قد مسكك في شدقه يعني في داخل فمه لأحببت أن أكون أيضا معك أنت في هذه المشكلة. لو كنت يا علي في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه، ولكن هذا أمر، يعني القتال الذي دار بينكم هذا أمر لم أره، يعني أنا ما أرى خروج فيه، فاعذرني عن عدم الخروج. واضح؟ أسامة يقول يا علي لما قاتلت أنا أحبك، لو تقاتل غير معاوية لكنت معك، ولو أن أسدا هجم عليك لتمنيت أن أكون أنا معك، ولكن في هذه بالذات خروجك على معاوية وخروجك على عائشة وطلحة والزبير هذه أنا ما أراها، أنا رأيي أتجنب. فعلي بن أبي طالب لم يعطي حرملة شيئا، قال مع السلامة. أسامة يقول اذهب يا حرملة وقل لعلي يعطيك مال، وإن سألك علي قال لماذا لم يخرج أسامة معي، فقل له يا علي إني أحبك، ولو تخرج لأي شيء معك حتى لو أسد يأكلك، لكن في هذه يعني في قتالك مع الصحابة هذه أنا ما أراه. فعلي لما سمع الكلام قال ما عندي شيء اذهب. فذهب من الذي ذهب؟ من هو الذي ذهب؟ حرملة. قال فذهبت إلى الحسن والحسين وابن جعفر، الحسن بن علي والحسين بن علي بن أبي طالب وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب، حسن بن علي بن أبي طالب وحسين بن علي بن أبي طالب وعبد الله بن جعفر يعني ابن عمهم جعفر بن أبي طالب. قال فأوقروا لي راحلتي، الله أكبر. الأب علي ما أعطى حرملة شيء، فجاء أولاده الحسن والحسين وابن عمهم عبد الله بن جعفر فبلوا بعيره طعام وزاد، قالوا خذ هذا أعطيه أسامة. يعني الناس يحبون بعضهم، الناس يعني قال أبي ما أعطاك شيئا أنا أعطيك. أسامة حب رسول الله وابن حب رسول الله، الرسول يحبه محبة شديدة وهؤلاء يحبونه وعلي يحبه، لكن علي يقول لماذا لم تخرج معي؟ أنا يعني لا أعطيك شيئا. سبحان الله، النفس أحيانا الإنسان ينتصر لنفسه. علي رضي الله عنه قد أخطأ في هذه، وليس عيبا أن يخطئ الإنسان في عيوب مثل هذه الصغيرة، لكن أبناءه أرادوا أن يغطوا عيب أبيهم وخطأ أبيهم، فأعطوه حمل بعير أحملوه من الطعام حتى رضي حرملة وأعاد ذهب إلى أسامة بن زيد رضي الله عن الجميع. سبحان الله يا أخوان، صحابة يتقاتلون ثم إذا جاءت الصلاة يصلون جميعا. صحابة رباهم القرآن يتقاتلون، يأتي وقت الصلاة لا أحد يقتل الثاني، يصلي هذا ويصلي هذا وبعضهم يصلي خلف بعض، فإذا انتهت جاءوا سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. والله يعني ما أدري من أي شيء نستغرب، من قتالهم أو من صلاتهم. هل نستغرب من قتالهم مع بعض أو نستغرب من صلاتهم مع بعض؟ لكن يا أخوان الذي يثير قالوا هم السفهاء والمنافقون في الجيش. جيش علي فيه صحابة كبار وفيه سفهاء وفيه منافقون مندسون، وجيش معاوية نفس القضية، وجيش طلحة والزبير وهؤلاء يعني يتحينون الفرص للإفساد بين المسلمين، يتحينون الفرص. هناك من ينظر إلى الدعاة ماذا يصير بينهم، فإذا صار مشكلة دخل ثم كبرها وكبرها. هذا ما يحصل، هذا والله ما يحصل في التفريق بين المسلمين بين الصحابة ومن دونهم. فانتبهوا لا يدخل الشيطان فيما بيننا، لأن الشيطان يحاول قدر المستطاع أن يفسد قلوب المتحدة. القلوب المتحدة استطاع الشيطان أن يفرقها في الصحابة،
الإنسان يحذر. إذا كان الصحابة لم يسلموا من الشيطان فلا بد أن نحاول جهدنا، حتى إذا لم نسلم فالشكوى إلى الله. الذي يليه باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. عن نافع قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده عبد الله بن عمر فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. يزيد بن معاوية بلا شك أنه ظالم وجبار، ولكنه جعل خليفة علي، ليس خليفة، واليا عليهم في المدينة، فأهل المدينة غضبوا ثم مظاهرات ونزعوه عن الحكم. ابن عمر غضب، عبد الله بن عمر غضب، لم يغضب لأنه يحب يزيد، لا، هو يبغض ابن يزيد بن معاوية جبار ظالم. فرق يا أخوان بين طاعتك وحبك. تطيع وليس من شرط أن تحب، أليس كذلك؟ الكافر الذي لا يحاربنا نحترمه لكن لا نحبه لكن له الاحترام. نبغضه لكن لا نعاديه، نبغضه لكن لا ننصب له العداء، وإذا أقبل علينا كشرنا في وجهه وعبسنا وتعاملناه معاملة جفاء. لا، الرسول عنده اليهود في المدينة ومع ذلك ما كان يعاملهم إلا بكل لطف، بل حتى أن يهوديا صغيرا مرض، شابا قد بلغ سن البلوغ، مرض، جار للرسول عليه الصلاة والسلام وكان يخرج دائما ويقابله، فعلم الرسول بأنه قد مرض فعاده في بيته ودعاه إلى الإسلام، قال أسلم تسلم أسلم. فالابن ينظر إلى أبيه يستأذنه قبل أن يموت، فقال أبوه انظر، لما الرسول عليه الصلاة والسلام أسر قلب الأب والأب قدره واحترمه، قال أطع أبا القاسم، هكذا قال أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم مات ولم يصلي أبدا. قال الحمد لله الذي أنجاه بي من النار. يعني رسول يزور، ليس رئيس دولة، يزور شاب يهودي، رسول يزور شاب يهودي. الآن لو واحد منا يزور رئيس دولة كافر، أعوذ بالله، كيف تزور؟ طيب أنت تعرف ما نيتي؟ تعرف ما قصدي؟ تعرف لماذا صنعت هذا الشيء؟ ثم هل عندك دليل في المنع؟ هو كافر نعم ورئيس نعم، هل عندك دليل في المنع؟ هذا الرئيس لم يؤذنا ولم يحاربنا ولم يقاتلنا، فمثله مثل غيره، مثل غيره، فالإنسان يتجنب الفتن. ابن عمر غضب على أهل المدينة لأنهم عزلوا رجلا ظالما، رجلا يبغضه عبد الله بن عمر، أبغضه شيء وأطيعه شيء آخر، لأن لا يمكن أن تسير الدول بدون ولاة، ما يمكن، بهم تقام الصلاة ويكون يطمئن الناس وأمن. فساده لنفسه، إن شرب خمرا وإن زنى وإن سرق وإن أكل الربا، لكن يقول أنا مسلم، أو حتى كافر لكنه لم يؤذي المسلمين ولم يعطل مصالحهم، فالأمن أولى. الأمن والصلاة والراحة والطمأنينة ودعوة الناس للخير، هذه والله خير عظيم، وهو كافر، فكيف إذا كان مسلم فاسق؟ فسقه عليه وضبطه لنا، فنحن نستفيد من ضبطه للحكم، وهو ينضر بمعصيته لنفسه. فلا بد الإنسان أن ينظر إلى المصالح والمفاسد، وهذه الأحاديث هي مرجعنا، وهذه الأحاديث هي مصدرنا، وهذه الأحاديث أيضا قد شرحها العلماء الكبار، لم تترك لنقرأها ونفهم نحن بعد، لا، إنما علماء أجلاء كبار كابن حجر. من يعرف بعض شراح صحيح البخاري؟ ابن حجر في كتابه
فتح الباري. من بعد شرح البخاري؟ فرصة أسألكم لكي أشرب. غير ابن حجر شرح صحيح البخاري. ابن رجب. يا سلام، ابن رجب الحنبلي أيضا اسم كتابه أيضا فتح الباري. وأيضا لا 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 ملا علي قاري، واسمه عمدة القارئ. عمدة القارئ للملا علي قاري. وأيضا قريب من ابن حجر هدي الساري للقسطلاني. هدي الساري للقسطلاني أيضا شرح صحيح البخاري. هدي الساري للقسطلاني أيضا شرح صحيح البخاري. لكن من أعظم هذه الكتب على الإطلاق، أعظمها لم يصل إلينا مثله كتاب ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. أفضل كتاب أسمعه فتح الباري. ومن لم يكن عنده في بيته فتح الباري فما فتح عليه الباري. صحيح، من لم يكن عنده في بيته فتح الباري فما فتح عليه الباري، أغلق عليه الباري العلم. فتح الباري لا يكفي، لأنه هذا ابن حجر يشرح الأحاديث ويجمعها، وقد جلس فيه 24 عاما يشرحه، منذ بدأ إلى أن انتهى 24 عاما في هذا الكتاب العظيم. ولا أحد في حياته أو بعده إلا واستفاد من هذا الكتاب العظيم فتح الباري. من أعظم الكتب الصحيح من قرأ فيه. وعجيب أن ابن حجر ليس عنده هذا فحسب، عنده كتب أخرى. سبحان الله، كتاب لو يؤلفه يحتاج إلى 20 عالم، هو هذا جزء من كتبه. له الإصابة في تمييز الصحابة، الدرر الكامنة في أعيان 100 الثامنة، وله كتب في المصطلح وكتب في الحديث. ولكن للأسف أنه عاش في مجتمع يغلب فيه المذهب الأشعري، فمرة يرشح المذهب الأشعري ومرة يرشح مذهب السلف، فهو متردد ليس متعصبا، ولا يحسب من كبار علماء الأشاعرة، وإنما هو مجتهد يخطئ ويصيب. فمرة يأتي بقول السلف وينصره، ومرة يأتي بقول الأشاعرة وينصره، فهو يعني مجتهد أخطأ في بعض وأصاب في بعض رحمه الله تعالى. الذي بعده من لم يكن له في بيته فتح الباري فما فتح عليه الباري. قول أنا، لا تكتب شيئا، أنا هكذا قلت بس، يعني هذه قول يعني. طيب، الذي يليه، أو نعطيكم الأسئلة الآن، بقي 5 دقائق الأذان، فنعطي الأسئلة ونقف على الحديث الذي بعده. فمن عنده سؤال قبل الأذان. هنيئا لكم هذه الأمطار، وهنيئا لكم هذه الخضرة، وهنيئا لكم هذا البلد، وهنيئا لكم هذه القلوب، ما شاء الله يا أخوان. نحن نعيش أشهر ما يأتينا مطر، أشهر، وإذا جاء المطر يأتي يوم ويبقى شهرين ينقطع، ثم يوم ويبقى شهر ينقطع. وبعض الذين عاشوا في السعودية يعرفون هذا. فإذا جاء المطر مثل هذا الناس يتركون الأعمال فرح ويذهبون إلى البر من الفرح الشديد، والصغار يخرجون ويلعبون فيه، لأنه يعتبر يعني شيئا يعني محبوبا مفقودا. فإذا جمع محبة وفقدان، فإذا قدم لا إله إلا الله، والله إننا نحن نستبشر. أنا منذ جئت يوميا المطر، وأحيانا يوم واحد 4 مرات، في الصباح وفي الضحى وفي العصر، لا إله إلا الله. والله إن جوكم يعني ما شاء الله يعني يشجع كثيرا على، فأنتم يعني سبحان الله، ترى المطر له أثر، يعني يلطف الإنسان، يخرج لطيفا.
والذي يعيش عند البحار تراه يعيش يعني الرطوبة هذه تؤثر في الإنسان فيكون يعني سمحا طيبا. نحن في نجد عشنا في نجد كالأعراب كالبادية، يعني الشمس حارة ولا يوجد عندنا انهار أبدا، ما في نهر يمشي والشمس شديدة، ولهذا نعيش حنا حياة يعني قاسية، نستعد يعني لكل شيء. ولذلك آباؤنا وأجدادنا كانوا يعانون وأجدادنا كانوا يقاتلون، يعني حتى أصبح من الصحابة منا، لأنهم يعني تعودوا وأصبحوا يعيشون في أي جو كان. يعني تعرفون التمساح الصغير نسميه ضب، ليس عندكم الضب؟ الضب هذا لا يعيش إلا في الصحراء ولا يخرج إلا في الحر، في الشتاء يدخل في الداخل ويبيت أشهر لا يخرج في الشتاء، ما يأكل ولا يشرب، يسكت هكذا. ثم في إذا ذهب الحر، إذا ذهب الشتاء الشديد خرج ليأكل، فنصيده ونأكله. يعني هذا يعيش في الصحراء ويعيش بلا ماء فنأكله لأن نحن أشد منه. هكذا نعيش الحياة، يعني قاسية قاسية. فإذا جينا إليكم نحس يعني فرق كبير جدا، ننتقل من الدنيا إلى الآخرة. يعني من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا. في سؤال شيخ عبد الله؟ في حديث عن أبي بكر يعني إيه لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. إيه إذا كانت المديرة تدير مركزا مشتركا بين النساء والرجال لا يفلحون، لا يفلحون. فإن أدارت مركزا نسائيا تفلح. قوم رجال، الرجال لا يقودهم إلى رجال، لا، المرأة لا تقود. أما إذا كان في مجتمع النساء قاضية لا يجوز تقضي بين الناس الرجال، طبيبة في مستشفى مختلط وتكون هي مديرة المستشفى، يفشل هذا المستشفى. إذا اختلط الرجال والنساء ويقوده رجل ينجح، يقوده امرأة يفشل لأنها ضعيفة التصرف. لكن مع النساء لا بأس، لا حرج، يجوز. ليس هناك إلا امرأة تقود النساء الخاصين. نعم شيخ، نفس سبحان الله العظيم. أيهما بين هذين الأمرين؟ الأول المرأة المسلمة، الثانية الكافر. كيف؟ أيهما أفضل؟ أيهما خير؟ أن تكون تقود امرأة مسلمة أو كافرة؟ ها؟ يعني مكان فيه تقوده امرأة أو مسلمة أو امرأة كافرة تقود مجتمعا فيه رجال ونساء؟ هذا سؤالك؟ إذا كان هناك أميران أحد منهما يعني كافر، رجل كافر، الآخر امرأة مسلمة، أيهما خير؟ أيهما خير، امرأة مسلمة أو رجل كافر؟ ها؟ لا، نقول أيهما أخف شرا، كلاهما ليس خيرا. لا نقول أيهما خير، نقول أيهما أخف شرا، كلاهما شر بلا شك، فأخفهما شرا رجل كافر أولى من امرأة مسلمة، أخف ضررا وشرا. فهمت؟ أعد باللغة الأندلسية ويؤكدون فهمت أو لا. تكلم الأندلسي واسمعوه. فهمه الحمد لله. نعم. بعض الصحابة يجتهدون لا يشترك في أمر بين علي وعائشة، أي لا يشترك في الصف العلي، وبعض الصحابة يشترك في الصف العلي. فأي اجتهاد صحيح؟ يعني قصدك علي والطرف الثاني أيها أفضل، أن يشترك مع علي أو لا يشترك أصلا؟ علي بن أبي طالب لما قاتل في معركة قتل فيها عمار الحق معه، لأن الدليل واضح. قال عليه الصلاة والسلام لعمار، قال عمار تقتله الفئة الباغية، فالذي قتله جيش معاوية. أما علي
وطلحة والزبير وعائشة فنقول هذه فتنة تجتنب. لكن لما قال عمار تقتله الفئة الباقية فالرسول يبين بأن الحق مع من كان عمار معه، أليس كذلك؟ فمن كان في هذا الجيش وعمار موجود فإن الحق مع الذي معه عمار. طيب قتل عمار وأصبح فيه فتن أيضا، فنقول نعتزل لأنه لا يوجد عندنا نص دليل في هذا الأمر. لبعض الصحابة مثل أبو بكر وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن عباس وسعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد، هؤلاء اعتزلوا فتنة. هل الاجتهاد لا يشترك في لما خرج علي بن أبي طالب وكان معه عمار في الجيش، هل يجب على كل صحابي أن يكون معه؟ لا، ما يجب على كل أحد الخروج معه. إذا احتاج ممكن، إذا لم يحتاج فالأولى إنسان يبقى يسلم. لا يجب الخروج مع الإمام إلا إذا عين وقال اخرجوا ألزم، فهنا من حقه أن يطاع. إذا لم يتبين لنا بأن الطرف الثاني هو المصيب، إذا ما تبين لنا والإمام أمرنا فإننا نخرج مع الإمام طاعة للإمام. إذا لم يعني تبين أن الثاني على صواب، فإن تبين أن الثاني على صواب نقول لا نخرج، لأن نقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بقي أستطيع أن أسأل عن المهد يا سيد؟ إيه. كما عرفنا في بلدنا عندنا أمير حكومة وعلماء، في أي سنة باعوا أمر في الجهاد من أمير أو من علماء هنا؟ في أي سنة؟ في أي إيش؟ في أي سنة باع أمر؟ في أي سائل؟ سنة نتبع. يعني إذا قال علماء جاهد وقال الرئيس لا تجاهدون هكذا، ما أظن يقول العلماء الربانيون، العلماء العاملون، العلماء الذين يفهمون. لا يمكن عالم يقول شيئا إلا بعدما ينظر إلى المصالح والمفاسد. العلماء الكبار يقدر مصالح ويقدر مفاسد، فإذا قال العالم شيئا، علماء قالوا شيئا، فالحق أقرب إليهم، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يضل مجموعة من أهل العلم. فإذا قال العلماء العاملون قالوا اصبروا أصبر، قال العلماء اجتمعوا للجهاد والقتال وإننا نستطيع ونتمكن وعندنا أدوات، أو العلماء الكبار إذا قالوا شيئا فالناس يسمعون لهم. في بلدنا في أي سنة في علماء؟ العلماء الكبار علماء السنة. المقصود لأن في بلدنا عندنا اسمه مؤي. وش؟ مجموعة علماء. ها؟ فيما فهمت من سؤالي، نحن في إندونيسيا الأمراء والعلماء، الأمراء في آخر والعلماء يعني رأي آخر، يعني أيهما نحن نتبع، إلى الأمراء أو إلى العلماء هكذا؟ قبل ذلك من هم العلماء؟ العلماء هم الذين يقول طلاب العلم الكبار أن هؤلاء علماء، ليس العالم الذي تختاره يعني أناس لا يعرفون العلم يرشحهم. فإذا اختار العالم إنسان لا يعرف العلم لا يقال هذا عالم إلا إذا قال طلبة العلم الكبار. يعني إذا كان العالم له طلاب وله كتب وله مؤلفات يقال هذا عالم، وطلاب علم كبار في أي بلد كان يذهبون إليه يقال هذا عالم. أما أن يرشح الناس العوام ولا يقول تعال أنت حبيب وجيد اصبح تكون عالما، مقياس اختيار العالم ليس سهلا. نحن يعني لنا عقول ونعرف، يعني لو قد يرشح إنسان ليس عالما لكنه يعني موافقا لشيء معين، صاحب يعني ضعف أو صاحب هوى أو أيا كان، الناس يعلمونه. الله سبحانه وتعالى جعل الحق واضح وعليه نور. الحق يا أخوان واضح وعليه نور، نور واضح بين. الإنسان العامي يعرف أن هذا عالم من سمته وهديه وإقبال الناس عليه. والله سبحانه وتعالى إذا عطف قلوب الناس على شخص فإن الله يحبه، فإن الله عز وجل كما جاء في الحديث
إن الله يقول يا جبريل إن عبدي فلان أحبه فأحبه، فيأتي جبريل ويقول للملائكة إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. الله أولا يحبه، ثم جبريل يحبه، ثم ملائكة السماء يحبونه، ثم أهل الأرض الله يضع في قلوبهم شيء كذا يحبونه، ثم يذهبون إليه. هذا هو العالم. كيف نعرف؟ سبحان الله يا أخوان، القلوب الصادقة تميل إلى الإنسان، هذا شيء من الله. قلوب صادقة ترى الإنسان فيه السمت وفيه العلم وفيه الوقار وفيه الهدوء. والله يا أخوان أن بعض الناس من كثرة عبادته وصلاحه إذا رأيته وأنت لا تعرفه تحبه وهو ما تكلم، إذا رأيته بعينك ترتاح إليه. قال عليه الصلاة والسلام الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. العبادة لها أثر عليك لو لم تتكلم. والله يا أخوان أن العابد لله القائم المصلي الذي يتقرب إلى الله من شدة ما في قلبه من إيمان ونور، والله أنه يكون آسرا للقلوب، يأسرهم حتى لو ما تكلم. والله يا أخوان نرى بعض العلماء نذهب إليهم فإذا رأيناهم والله أن الشياطين التي معنا تهرب. يقال اصحب من يذكرك بالله رؤيته. العلماء يقولون اصحب من تذكرك بالله رؤيته. إنسان طيب إذا رأيته يصلي وهادي يصلي والله يا أخوان تذكر الله. اصحب من تذكرك بالله رؤيته. ويقولون إن من العلماء من إذا جالسناهم تخنس شياطيننا أيام ونحن فرحون. أوه جلست مع الشيخ الفلاني أمس، أوه في الأسبوع الماضي جلست وأنت سبحان الله تحس بالراحة والطمأنينة. هذا جلوسك فقط معه أعطاك الروح والإيمان، فقط جلوس. في هناك أصحاب عبادة وطاعة، والله إذا جلست عنده في بيته ويتكلم من ربع ساعة نص ساعة زيارة له ثم تخرج تبقى أيام وأنت تذكره. ليش؟ هذا الإيمان غير محسوس، مثل الكهرباء تنفذ هكذا يعني إلى قلب الإنسان من غير أن يشعر. نحن بحاجة والله إلى هؤلاء العلماء العباد. والعالم العابد ليس لا بد يكون علما كبيرا، العبادة بذاتها والله يا أخوان العبادة لها أثر كبير على الإنسان. العبادة صاحب صلاة وصاحب صيام وصاحب قيام وحفظ لسمعه وبصره، والله أنه يجد الحلاوة في قلبه، حلاوة يتمنى. الناس يذهبون هنا وهناك وهو جالس مبسوط مرتاح في المسجد يقرأ ويحفظ ويراجع ويعلم الناس الخير، والناس يذهبون يمينا ويسارا لا إله إلا الله. هكذا يا أخوان يكون يعني الإنسان مع الله سبحانه وتعالى. فهل يمكن أن يغش الناس؟ يوضع لهم أناس ليسوا من أهل العلم فيقال هذا عالم. لا يمكن الناس أن يغشوا، ما يمكن. قد تخدع الناس بشخص يوم يومين 3 أيام، لكن سنة سنتين ما تستطيع. حتى لو وضع إنسان قال هذا عالم اسمعوا له بعد يومين سنة سنتين ينكشف يتبين، لأن العبادة صعبة. العبادة الذي يتصنعها ما يستطيع تصنع يصلي ويصوم وهكذا، إذا تصنع ليست من جبلته فإنه لا يستطيع أن يستمر، يفضح في يوم من الأيام. الأذان.